عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كده في المحاضرات اللي فاتت الانفراستراكشر بتاعت كاموندا كاموندا 8، وقلنا ان كاموندا 8 بتعتمد على مجموعة من الكومبوننتس. تمام، وعملنا انستوليشن كده من خلال الدوكر كومبوز للكاموندا. وشفنا كده يعني الانفراستراكشر اللي هي بتعتمد عليها. طبعا هي معتمدة على زي مايكرو سيرفيسز كده في الانفراستراكشر بتاعتها، زي تاسك ليست والاوبريت والزيبي كلاينت كل. طبعا ويعني اتعرفنا برضو في الايه في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي كل كومبوننت من الكومبوننتس دي بتشتغل مع بعضها، وايه الريسبونسابيلتي بتاعت بتاعت كل كومبوننت. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل انترودكشن سريع كده على بروسيس هنبدأ فيها، اللي هي الكومبلين بروسيس او تقديم شكوى، بحيث تبقى معانا حاجة بشكل عملي كبروسيس كده، ان احنا نديزاين كده البروسيس. طبعا احنا لحد دلوقتي لسه مش عارفين كل نوتيشن من النوتيشنز دي شغالة ازاي، لسه محتاجين ندخل تفاصيل اكتر، نتكلم اكتر عن النوتيشنز كاتيجوريز اللي موجودة في البي بي ام، زي مثلا التاسكس والايفنتس والجيت ويز والحاجات. هنعرف طبعا بالتفصيل كل حاجة من دي بتعمل ايه، لكن عشان يعني قبل ما ندخل في التفاصيل محتاجين نحط ايه مع بعض بروسيس كده او اكزامبل بشكل عملي عن بروسيس كده فعلية، ونشوف ايه الريكويرمنت بتاع البروسيس، وامتى اصلا اروح للبي بي ام بروسيس، وليه اصلا اديزاين الايه البروسيس بالشكل ده. ليه طبعا ما اروحش يعني مثلا اعمل الحاجات دي في الكود بشكل على طول واشتغل عليها بشكل مباشر من غير ما ديزاين بروسيس. طيب احنا طبعا برضو اتعرفنا في الفيديوهات اللي فاتت يعني ايه بي بي ام. تمام، بي بي ام بزنس بروسيس مانجمنت. الكومبوننتس بتاعت البي بي ام نفسها ان انا اديزاين السوليوشن اللي عندي، ايه التاسكس اللي موجوده، مين اللي هينفذ التاسكس اللي عندي دي، ايه الاوردر بتاعها او السيكونس بتاع الايه تاسكس. بعد كده بديزاين البروسيس او بموديل البروسيس من خلال البي بي ام ان. وقلنا ان البي بي ام ان ده عباره عن انوتيشنز او ستاندرد انوتيشنز بستخدمها عشان اديزاين اي بروسيس. تمام، بعد كده بعمل ران او اكسكيوشن للبي بي ام ان ده على حسب البي بي ام ان او البي بي ام انجن اللي عندي. يعني احنا دلوقتي مستخدمين البي بي ام انجن بتاع كاموندا 8. تمام، ده الانجن اللي هيعمل لي اكسكيوشن للبروسيس. بعد كده اقدر من خلال برضو الانجن ان انا امونيتور البروسيس اللي راننج، او امونيتور البروسيس الانستنسز بتاعت البروسيس اللي راننج، واللي فيها فيلير واللي فيها مشاكل، او ان انا ابجريد من فيرجن لفيرجن تاني. واقدر برضو من خلال الاوبتمايزر ان انا اطلع داشبوردز كده، واقدر ان انا امبروف البروسيس اللي موجود عندي. ده كله طبعا بيندرج تحت اي بي بي ام انجن. تمام، سواء كموندا او غيرها، المفروض ان هي تكون موفره موفره الحاجات دي. بالاضافه ان هي طبعا بتكون بتستخدم البي بي ام ان از انوتيشنز او ستاندرد نوتيشن. البي بي ام ان زي برضو ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان هي عبارة عن نوتيشنز. النوتيشنز دي بيحصل لها اكسكيوشن من خلال من خلال الانجنز المختلفة. النوتيشنز دي بتكون يعني ستاندرد، زي مثلا ايفنت يكون بالشكل ده كده، تاسك بتكون بالشكل ده، سواء بقى ان هي مسج تاسك او يوزر تاسك او سيرفيس تاسك. في تايمرز، في اكسبشنز، في جيت ويز بالشكل ده. فده الستاندرد بتاع بتاع اي بروسيس او بتاع اي يونيتيشنز. طبعا كل انجن هتلاقيه يعني في اختلاف، لكن الكونسبت واحد. الكونسبت في البي بي ام ان واحد، وحتى النوتيشنز واحد، لكن يعني الامبلمنتيشن بتاعها ممكن يكون في بعض الاختلاف ما بين كل انجن والتاني. يعني مثلا لو انا شغال كموندا بي بي ام، غير مثلا لو انا شغال جي بي بي ام، غير لو انا شغال اي بي ام بي بي ام. فكل انجن بيكسكيوت وبيمبلمنت بشكل مختلف، لكن النوتيشنز والستاندرد بتاعت البي بي ام واحده في كل. طيب انا ليه اصلا بستخدم البي بي ام او بستخدم البي بي ام ان؟ ده عشان يعني اقلل الجاب ما بين البيزنس تيم والتكنيكال تيم. طبعا البيزنس تيم بيتكلم بلغة معينة، بلغة بيزنس، ما يفهمش التكنيكال بيعمل ايه.
ما يعرفش التكنيكال بيمبلمنت الحاجة دي ازاي، والتكنيكال تيم برضو بيتكلم بلغة تانية ككود وامبلمنتيشن وحاجات موجودة جوه الكود صعب ان هو يوريها للبيزنس تيم او صعب البيزنس تيم يفهمها. فعشان كده لما بيبقى في بروسيس موجودة قدامنا بشكل منظم وبشكل معروف، طبعا يعني البيزنس تيم بيشوفها بتكون واضحة بالنسبة له، التكنيكال تيم بيشوفها بتكون واضحة بالنسبة له. فإلى حد ما بقينا بنتكلم إيه؟ بنتكلم بلغة واحدة. تمام، فقللنا الجاب ما بين البيزنس تيم والتكنيكال تيم، بالإضافة إن أنا كتكنيكال تيم شايف المشكلة. يعني لو في مشكلة مثلا في التاسك دي، او في مشكله في التايمر ده، فبيبقى طبعا في البروسيس واقف في الايه في الجزئيه دي، وفي انسيدنت عليها يقول لك ان هنا في مشكله. تمام، او السيرفيس مثلا دي فيها مشكله حصل، وهو بيكسكيوت السيرفيس او بيسند نوتيفيكيشن او بينفذ اي لوجيك معين، حصل فيه مشكله ففي فيلير في الايه في الجزئيه دي. فبقى الموضوع كتكنيكال تيم وكتكنيكال سبورت باين المشكله فين، او المشكله يعني الطلب نفسه واقف فين، او ايه المشكله واقفه عند مين بالظبط، وخدت وقت قد ايه. طبعا الحاجات دي كلها عشان تتراك الموضوع ده بروجراماتيك ومن خلال اللوجز ومن خلال الداتابيز وكده، الموضوع بيكون صعب كتكنيكال. بالاضافه ان انت طبعا بتكتب ايه اكواد بشكل كبير، انما هنا في البي بي ام بيكون الموضوع يعني الى حد ما منظم، الى حد ما فيجواليزد، تقدر ان انت تشوفه. مفيش جاب ما بين البيزنس وما بين التكنيكال وما بين المانجمنت، كله شايف الايه البروسيس في مكان واحد، او من صورة واحدة، فكله شايل نفس الايه نفس الستيت بتاعت البروسيس. طيب البي بي ام ان ده ازاي بيشتغل، او هو شغال ازاي؟ طبعا من خلال الايه الاكس ام ال. الاكس ام ال ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له اكسكيوشن على البي بي ام انجن الايه اللي انت بتديبلوي عليه. طيب البروسيس اللي معانا دي بروسيس بسيطة، اكزامبل كده على بروسيس بسيطة، ان انت مواطن بيقدم شكوى. الشكوى دي ممكن تكون رايحة لمؤسسة او جهة حكومية. الشكوى دي طبعا بتمر بمراحل بمراحل مختلفة، من اول ما بيسبمت الشكوى، المواطن ما بيسبمت الشكوى. بعد كده ممكن يكون بيحصل عليها زي اوتو تشيك من خلال الداتا او فاليديشنز للشكوى اللي اتقدمت. ممكن تكون مثلا بتشيك على الدوكيومنتيشن اللي موجودة فيها، بتشيك على بيانات الشكوى بشكل مكتمل، ان مفيش مثلا شكاوى قبل كده في نفس الشكوى بيحصل لها دراسة. فانت ممكن تكون عايز تعمل زي سيستم فاليديشن كده على على الشكوى مثلا في البداية، بحيث ان انت اصلا ان انت تبدأ الشكوى دي تدخل البروسيس ولا ولا ان انت ترجعها تاني للمواطن او المستفيد اللي مقدم الشكوى. بعد كده لو الامور تمام بتدخل بعد كده لحد يراجع يراجع الشكوى. طبعا اللي بيراجع الشكوى دي بيبدأ يروح له تاسك ان هو في شكوى معينة اتقدمت من حد معين، محتاج ان هو يفتح الشكوى دي ويراجعها ويشوف هل هي تمام، محتاجة يعني ريزولف على طول، ولا محتاجة ان احنا يحصل اسكليشن وتطلع مثلا للمدير، بحيث ان هو يراجع ويابروف على على الحاجة دي. او ممكن يكون الريفيور ده هو بيراجع الشكوى بشكل شكلي، ان هو بيراجعها بشكل شكلي وبيدرسها وبيحط الكومنتس بتاعته، والمانجر او الراجل اللي فوقه بيابروف عليه او بيريفيو عليه برضه، بيابروف الكومنتس، او ان هو يرجعها له تاني، او ان هو يكتب له كومنتس. فممكن طبعا يحصل زي لوب ما بينه وبين اللي بيراجع الشكوى. ممكن اللي بيراجع الشكوى دي يرجع الشكوى للمواطن، يقول له مثلا ان انت في يعني بيانات ناقصة، في مرفقات ان انت ما ارفقتهاش بشكل سليم، او المرفق الفلاني مثلا محتاجين نسخة حديثة من المرفق ده. فبيحصل زي كوميونيكيشن ما بينه وما بين المواطن او المستفيد، وبيحصل برضو كوميونيكيشن ما بين ما بين المانجر والريفيور. تمام. بعد كده لو حلت المشكلة وحل هنا المشكلة، بعد كده المفروض تروح نوتيفيكيشن للمستفيد، وبنغلق الشكوى.
لو شفنا الموضوع برضو بشكل فيجواليزد كده، ان احنا ازاي نريزولف الشكوى دي. اول حاجه زي ما قلنا ان هو بيسبميت الايه، بيسبميت الشكوى، بيحصل لها زي تشيك كده للفاليديشنز، او بنفاليديت الشكوى اول ما المواطن يعمل لها ايه، سبميت. احنا نبدا طبعا البروسيس بتاعتنا من بعد ما اليوزر يسبميت الايه، يسبميت الشكوى بتاعته. هنبدا البروسيس، هنعمل مثلا سيرفيس تاسك هنا تشيك على الكومبليتنس بتاعه الايه، بتاعه الشكوى او الانفورميشن بتاعتها. بعد كده هنوديها للريفيور، الريفيور ده ممكن يوديها للمانجر، او ان هو يرجعها للايه، يرجعها للمواطن تاني او المستفيد اللي قدم الشكوى. بعد كده لما الشكوى تتحل هنشوف ازاي برضو نضيف نوتيفيكيشن او نبعت نوتيفيكيشن للمستفيد ونقول له ان خلاص الايه، الشكوى تم حلها. دي ان شاء الله اللي احنا يعني البروسيس اللي احنا هنعمل عليها اكزامبل في الفيديوهات اللي جاية، بحيث ان احنا يبقى قدامنا حاجة عملية نقدر من خلالها نتكلم عليها، نقدر من خلالها نشوف يعني ايه النوتيشنز اللي احنا هنستخدمها. بعد كده ان شاء الله برضو في فيديوهات بعد كده هنبدأ نمسك يعني كل نوتيشن ونبدأ نشوف امتى نستخدم النوتيشن ده، وايه البينيفيتس بتاعت النوتيشنز، وايه الفرق ما بين النوتيشنز وبعضها، زي مثلا التاسكس وانواع التاسكس اللي موجودة، سواء كانت يوزر تاسك او سيرفيس تاسك او مانوال تاسك او ايا كان انواع التاسكس، وبرضو الجيت ويز وايه انواع الجيت ويز وامتى استخدمها، الايفنتس والاكسبشنز والحاجات دي كلها نتكلم عنها بشكل تفصيلي، بس بعد ما ناخد مثال يعني عملي صغير كده معانا نطبق فيه بشكل عملي، ونعمل لها ديبلوي ونعمل لها راننج وكده على كموندا 8. وبعد كده ان شاء الله ندخل بشكل تفصيلي في الايه، في الحاجات اللي معانا.